الله وبركاته. جيتكم فيديو كتير مهم اليوم عن بوت هامستر. خلونا نبلش الفيديو بالصلاة على النبي. راح يكون الفيديو بشكل عام للكل وبشكل خاص للباركين في المحرر السوري، يعني لازم يكون الكل رابط محفظته بالتليجرام ببوت هامستر. طريقة الربط راح افرجيكم اياها هلا، وراح افرجيكم كيف تعرف انك اذا كنت رابطه ببوت هامستر ولا مالك رابطه. وراح نزل فيديو لمحفظة تكون تشتغل عنا بالمحرر السوري، يعني مشان تحسن تسحب مصرات من بوت هامستر بحال ادرجت العملة ويكون امورك كلها تمام. يعني ما بعد ما تدرج العملة تستنى لتفكر كيف بدك تنزل محفظة، انا بدي محفظة، انا كيف بدي اسحب مصراتي واحولهم لكاش في ايدي. فنحن نحكي عن كل هالدول خطوة خطوة وبالفيديو. خلونا نبلش هلا حاليا بربط محفظة التليجرام بالفيديو هذا، وكيف رح تعرف حالك اذا رابطه ولا لا. طبعا رح نطلع من هون. اول شيء هندخل على المحفظة هون على الثلاث نقاط. بتشوف هون اذا كانت موجودة عندك هون المحفظة فانت منزل المحفظة تمام بكون انت عملت اول خطوة. اما اذا ما موجودة هون فبتجي على البحث وبتكتب محفظة فقط، بتطلع لك المحفظة هون، بتشترك فيها بتعطيها اوكي. رح يجيك خيار بدك 3 كلمات تحفظهم من 12 كلمة، مش رح يطلبون منك، رح تنزل 3 كلمات رح تفتح عندك محفظة بشكل بسيط جدا. تمام. طبعا انا راح احسفها لاني مربوط عندي بكذا بوت وبكذا عملة. فاليوم هي المحفظة قدامكم فتحت، رح اطلع منها، رح ننتقل للخطوة الثانية واللي هي نعرف اذا كانت مربوطة هي فعليا ببوت هامستر بعد ما نزلناها الا ما مربوطة. حركة بسيطة وخطوة بسيطة، حتدخل لهون، رح تفوت لهون، رح تطلع اذا موجود عندك إشارة الصح هون فأنت أمورك تمام ورابط المحفظة نظامي، وراح تكون أمورك تمام. في حال إجاك أي أرباح من بوت هامستر رح تنتقل مباشرة محفظتك في التليجرام. أما الخطوة الثانية واللي هي أهم من هالحكي هاد كله، كنحن بمحرر السوري وفي الشمال، كيف رح نعمل محفظة ونسحب عليها المصاري ويصير المصاري كاش في إيدنا. نحن هون معنا محافظ ومعنا هويات. هذا الموضوع رح نحكي فيه بفيديو تاني عشان ما نطول الشرح بالفيديو هذا كتير. رح نزل محفظتين، في عنا محفظتين رح ننزلهم على فيديوهين. كل فيديو رح نشرح فيه عن المحفظة كيف تنشئها، كيف توثقها، ومحفظة تكون موثوقة جدا ومضمونة 100% انه حقك رح يكون محفوظ فيها. وفيديو تاني رح ننزل كيف تسحبهم من المحفظة لايدك ويصيروا كاش وتحسن تتصرف فيهم. لا تنسونا اخواتي من المتابعة واللايك، وشكرا لكم.